كان يا مكان في واحد الزمان اللي ماشي بعيد بزاف. كان في قلب كل مغربي ومغربية واحد الحكاية ديال الفرحة اللي هزات بلاد كاملة، ومن موراها جا واحد الجرح اللي الصراحة باقي كينزف. هذه هي القصة ديال المنتخب ديالنا، حكاية سفينة أسود الأطلس اللي ولات محتاجة لواحد الربان جديد باش يرجعها للطريق الصحيح. يلا تبعوا معنا هاد الحكاية. راه كلنا باقين عاقلين على ديك الخيبة. من بعد ما بهرنا العالم كامل في المونديال، كان الحلم ديالنا كاملين هو نرجعوا بالكأس الإفريقية لبلادنا، ولكن الصدمة كانت قوية بزاف. اللاعبين بحالهم بحال 40 مليون مغربي حسوا بواحد الحرقة كبيرة، كيف ما كيقول المصدر تخلق عندهم واحد الجرح غائر، جرح صعيب بزاف باش يبرى. ولكن راها الكورة بحال الحياة، ما كاينش فيها وقت كبير للحزن، ديما خاصك تشوف القدام. السؤال الكبير اللي كان كيطرح راسه بقوة ديك الساعة هو وشنو هي الخطوة الجاية؟ شكون هو اللي غادي يقدر يرجع الثقة لهذا الجيل الذهبي ويكمل معاهم الحلم الكبير؟ وهنا فين كيبدا الفصل الأول من الحكاية ديالنا، الجرح ديال الكأس. باش نفهموا مزيان شنو جاي ضروري نرجعوا شوية اللور ونفهموا العمق ديال هذا الجرح. شوف، الألم ما كانش غير في الخسارة، ولكن كان في الأمل الكبير اللي كان معلق عليها. كنا قراب بزاف، وهذه كلنا قراب هي اللي كتحرق أكثر من أي حاجة. يلا تخيلوا معايا فريق وصل للمربع الذهبي في كأس العالم، يعني العالم كامل ولا كيشوف فيه. الضغط ما بقاش غير واش غادي نربحوا ولا لا، الضغط الأكبر هو كيفاش هذا الفريق غادي يقدر يتجاوز هذه الصدمة النفسية ويرجع أقوى من اللي كان. التحدي بكلمة واحدة كان هو المداواة. وكيف ما كنعرفوا أي سفينة محتاجة للربان ديالها، خصوصا فاش كيكون البحر هايج والعواصف قوية. وهنا فين غادي يبان واحد الاسم جديد اللي غادي يتكلف بهذه المسؤولية الكبيرة، مسؤولية قيادة أسود الأطلس في المرحلة الجاية. الاسم هو محمد وهبي، إطار تقني وطني اللي تعاطته المسؤولية الثقيلة. ولكن السؤال هو، شكون هو بالضبط محمد وهبي؟ شوف، وهبي ماشي شي واحد جا من بعيد، هو ولد الدار، يعني عارف مزيان الكواليس وخبايا الكرة المغربية، عنده تجربة كبيرة في التكوين، وخصوصا أنه تشبع بالمدرسة البلجيكية، وهذه مدرسة معروفة عالميا بالصرامة ديالها وقدرتها على صناعة المواهب والتركيز على الجانب التقني. وفوق هذا الشيء كامل عنده الثقة ديال الجامعة، إطار اللي هو شاب ولكن عنده كفاءة ديال الكبار. فاش كتشد مسؤولية بحال هذه ما كتسناش. أول حاجة دارها المدرب الجديد ما كانتش هي شي تصريح صحفي ولا اجتماع رسمي، لا، أول حاجة كانت هي هز التليفون. الخدمة بدات من الدقيقة الأولى. الخطة ديالو كانت واضحة وبينة ومدروسة. الخطوة الأولى واللي كانت هي الأهم هي التواصل مع الكابيتان أشرف حكيمي، وهذه كانت رسالة قوية باش يضمن الدعم ديال القائد للمشروع الجديد ديالو. مباشرة من بعد داز للأعمدة ديال الفريق، دوك الركائز الأساسية باش يرجع لهم الثقة. ولكن فكرة كان كيشوف حتى للمستقبل، يعني بدأ يقلب على مواهب جديدة لتقدر تعطي الإضافة. وبطبيعة الحال الخدمة التكتيكية بدأت في البلاصة بدراسة الخصوم اللي جايين، عمل متكامل من اللحظة الأولى. وهنا فين كاين التحدي الحقيقي. المهمة ديال وهبي ماشي غير تقنية ولا تكتيكية، لا، المهمة الكبيرة والأصعب هي كيفاش غادي يقدر ينقل الفريق من زمن المدرب وليد الركراكي اللي كان عنده واحد الارتباط عاطفي أسطوري مع اللاعبين والجمهور لواحد الزمن جديد لمشروع جديد. في عهد الركراكي عشنا واحد الحلم اللي تحقق وتخلق واحد الارتباط عاطفي اللي عمره غادي يتنسى. دابا في عهد وهبي التحدي ولا نفسي وتكتيكي في نفس الوقت، خاص يتبنى مشروع جديد من الصفر، والأهم هو يقنع اللعيبة باللي خاصنا نقلب الصفحة ونبدأ فصل جديد، وهذه راه مش مهمة سهلة بالمرة. يعني المدرب الجديد خاصه يكون كل شيء في دقة واحدة، خاصه يكون طبيب نفسي باش يخرج اللاعبين من ديك الحالة ديال الحزن، وخاصه يكون مداوي باش يداوي ذاك الجرح الغائر، وفي نفس الوقت خاصه يكون استراتيجي كبير باش يبني خطة لعب جديدة وفعالة. المهمة معقدة بزاف، وهذا الشيء كامل علاش؟ حيت الهدف الأكبر مازال كيتسنانا. هاد المرحلة كلها، هاد المداواة وهاد البناء هي مجرد تحضير للمعركة الكبرى اللي جاية. طريق طويلة ولكن الوجهة معروفة. 2026 هذا هو التاريخ، هذا هو الحلم. المشروع ديال الجامعة والمشروع ديال وهبي والمشروع ديال المغاربة كاملين هو المونديال الجاي. ولكن هاد المرة الطموح كبر بزاف. كيف ما قال المصدر، التحدي ما بقاش هو غير ندوزو الدور الأول، لا، غادي يكون شي حاجة مفروغ منها. التحدي دابا هو نحاولوا قدر المستطاع نرجعوا نوصلوا للنصف النهائي. السقف طلع بزاف والمسؤولية كبرات.
إذن الحكاية ديالنا مازال مسالات، بالعكس يالله بدات. المهمة صعيبة والأحلام كبرات، والسؤال اللي كيبقى معلق هو واش محمد وهبي غادي يكون بصح هو داك الربان اللي محتاجاه السفينة ديالنا في هاد العاصفة؟ واش غادي يقدر يداوي داك الجرح ويكمل بينا المسيرة نحو حلم المونديال؟ الجواب مازال في الأيام الجاية.